كل المصريين اللي بيسمعوني لازم تعرفوا ان اللي بيتعمل ده هو محاولة لتحطيمكم، المحاولة لتمزيقكم، عشان طول ما انتم كتلة واحدة هيصعب على اي حد ان هو يهز او يهزم البلد ديت. اتعملت اجراءات ضد السياحة وانتوا صامدين، اتعملت اجراءات اقتصادية ضدكم وانتوا صامدين، اتعملت اجراءات ارهابية ضخمة وانتوا صامدين. طب هنخش في نسيج المجتمع ازاي؟ نفككوا عن بعض ازاي؟ نحسسكم ان انتوا مش كتلة واحدة. واحنا كمان لازم نخلي بالنا عشان خاطر مصر، عشان خاطر مستقبل مصر. احنا عارفين ان دي تضحية كبيرة، بس التضحية دي احنا قدها، واحنا اعلناها ان احنا هنواجه. نجحنا في سينا فاتحركوا في حتة تانية، هننجح في الحتة التانية هيتحركوا في حتة تالتة. لازم تكونوا عارفين كده، هي المواجهة كده. واللي بيحصل ده دي عارفين الإحباط، عارفين اللي غلبوا في المصريين غلبوا فينا. بقالهم 3 سنين قاعدين يهزوا فينا يمين وشمال، ما بنجيش معاهم. يعملوا في الاقتصاد مفيش فايدة، يعملوا إرهاب مفيش فايدة، يعملوا بلبلة مفيش فايدة. فاللي بيحصل ده كان إحباط. اوعى تفتكروا غير كده، ده إحباطهم، لأن المصريين حيروهم. الله، الحاجة غالية مفيش فايدة، ناخد الرز والسكر مفيش فايدة، ما نوجبش سياحة مفيش فايدة. انتوا مش عايزين تتحركوا؟ لا هنحركوا. لا، اسمحوا لي ان انا اقول لكل المصريين من فضلكم ارجو ان انتوا تنتبهوا لكل كلمة هقولها لكم دلوقتي. شوفوا، الهدف كله من اللي بيتعمل ده هو اسقاط الدولة المصرية، وهم في استراتيجيتهم اللي هم شغالين بيها عارفين كويس قوي ان تماسك الدولة، تماسك المصريين لابد من كسره. في جهد كبير جدا بيتعمل لحماية شعبنا وحماية أرضنا. مصر لن تتردد أبدا في توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب في أي مكان. وأنا بقول الكلام دوت عشان إحنا في مصر لا بنتآمر على حد ولا بنعمل في الخفاء. إحنا بنعمل بوضوح، لأن إحنا بنحافظ على شعبنا وبنحافظ على الأمن القومي المصري، واللي هيقرب من أمننا إحنا هنتصدى ليه كما ينبغي. إن الرسالة دي تبقى واضحة للجميع. نحن لن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله.